فتحية العروسة اللي بقالها 6 شهور ما فتحتش بقها بكلمة. بطلتنا النهاردة ملهاش في الكلام الكتير، بس قصتها أغرب من الخيال. جريمة فيها خيانة بجد مرعبة لدرجة إنك ممكن تفكر مرتين قبل ما تصدقها. إيه الحكاية؟ وإزاي حصل كده؟ تعالوا نشوف مع بعض ونعرف تفاصيل قصة فتحية اللي هتخليك تتسمر في مكانك. حابب تعرف قصة فتحية؟ خليك معانا في القصة الكاملة. سنة 2008 وتحديدا يوم 12 أكتوبر، اليوم اللي اتكشفت فيه جريمة هزت الكل. بس علشان نفهم إيه اللي حصل محتاجين نرجع بالزمن 6 شهور لورا، وقت ما قابلت فتحية اللي الكل كان بيقول عليها البريئة اللي ما تعرفش حاجة وزي القطة المغمضة. تعرفت على حسن لأول مرة. حسن الشاب كان شغال في محل ملابس صغير جنب بيت فتحية على طول. كل يوم الصبح فتحية كانت تعدي من قدام المحل وهي رايحة شغلها، وحسن بعينيه الزايغة كان دايما يبص عليها ويستنى. مع الوقت بدأ حسن يحاول يقرب منها بكلمتين حلوين وأسلوب كله لطف، وفتحية على نيتها صدقته. بس فتحية من الأول كانت واخدة الموضوع جد، فقالت له: بص يا حسن، الأسلوب ده مش هيمشي معايا، لو فعلا عاوزني تعالى تقدم لي رسمي. حسن ولأنه كان بيلعبها صح وافق بدون تردد وراح لأهلها وبكل ثقة طلب إيديه. المفاجأة إن أهل فتحية وافقوا على طول. طبعا طلبوا منه حاجة بسيطة، إنه يأجر شقة قريبة منهم عشان فتحية تفضل جنبهم دايما، خصوصا إن بنتهم الوحيدة. حسن وافق وقال لهم اللي يريح. بدأ يجهز كل حاجة، لكن في دماغه كانت في خطة تانية، وفعلا حسن أجر الشقة جنبهم، بدأ يفرشها خطوة خطوة، وأهل فتحية كانوا واقفين جنبه في كل تفصيل، من أول اختيار الأساس لحد آخر ستارة اتعلقت. وبعد ما جهزوا الشقة على أكمل وجه، بقت فتحية جاهزة لبداية حياة جديدة. اتجوزت فتحية حسن واتنقلت معاه لشقته، وأول كام شهر كان كل حاجة ماشية زي الفل. حياتهم هادية وزي أي عروسين عايشين في عش حب وهدوء. لكن اللي محدش كان يعرفه إن ورا الهدوء ده في حاجة غريبة جدا بتحصل. حاجة مريبة بدأت تطلع على السطح بهدوء هتغير حياتهم للأبد. حسن كان عنده أخ أصغر منه بسنتين اسمه وليد. وليد شاب لطيف ودايما بيظهر قدام الكل إنه الأخ الجدع، وكان بيعدي على بيتهم بشكل عادي. وليد كان بيجي يزورهم كتير، يا إما بحجة إن هو يطمن على أخوه، أو يجيب حاجة ناقصة في البيت، أو حتى يشاركهم في الأكل والشرب، بحكم إنه زي أخو فتحية دلوقتي. وفي الأول كانت فتحية بتشوف الموضوع عادي، أخو جوزها ومفيش أي حاجة غلط. لكن مع الوقت بدأت تلاحظ حاجات غريبة في زياراته. يا ترى وليد كان وراه حاجة ولا فتحية بتتخيل؟ ده اللي هنعرفه، بس خليكم معايا مركزين في الأحداث. وليد وحسن كانوا روح واحدة في جسدين، زي ما بيقولوا كده، كانوا مرتبطين ببعض جدا، والحب اللي بينهم كان واضح لكل اللي حواليه. حسن بيثق في وليد ثقة عمياء لدرجة انه ما كانش بيشوف فيه غير الأخ الطيب اللي مستحيل يضر حد، خصوصا انه شايفه من صغره وعارفه كويس. وليد بقى كمان كان بيداري كويس جدا، دايما يبين انه واقف جنب اخوه وعايش عشانه. الحكاية كانت ماشية تمام، لكن الود ده كله كان غطاء لحاجة محدش كان يتوقعها، حاجة هتزعل حسن أكتر من أي حد تاني وتكسر ثقته في اللي عمره ما شك فيه. لكن بعد كام زيارة فتحية بدأت تحس بحاجة غريبة. وليد بقى يتعامل معاها بجرأة مش طبيعية، بيوجه ليها كلام وكأنه يعرفها من زمان، وبيتصرف معاها براحته زادت عن اللزوم. كانت بتحس أحيانا إنه بيحاول يلفت نظرها بأي طريقة. نظراته بقت غريبة وكلامه فيه نوع من التلميح اللي مش مريح. فتحية كانت بتحاول تقنع نفسها إن ده مجرد وسواس، وإن ده أخو جوزي ومستحيل يكون قصده حاجة. لكن الإحساس ما كانش بيطمن، وكل مرة وليد يجي البيت كانت بتحس إن الوضع بيبقى أضيق شوية شوية، لحد ما الأمور بدأت تبان على حقيقتها.
وهنا بدأت الأمور تاخد منحنى مرعب. وليد اللي كان المفروض أخو جوزها الصغير، أقرب حد ليه، بدأ يتصرف تصرفات غريبة ويضايق فتحية بشكل مستفز. كان بيحاول يقرب منها ويتجرأ بأفعال وكلام مرفوض تماما. فتحية اللي اتصدمت في تصرفاته صدته بكل حزم، وقالت له إن اللي بيعمله ده مش مقبول ولا مسموح، وإن هي هتقول لحسن لو ما وقفش عند حد. بس وليد بدل ما يحس بغلطه كان بيزود في ضغوطه، وكأنه شايف إن اللي بيعمله أمر عادي. فتحية كانت محتارة، هل تحكي لحسن وتخرب كل حاجة، ولا تستحمل وتبعده عنها بأي شكل ممكن؟ فتحية جمعت شجاعتها وقررت تواجه حسن بكل حاجة، وتقول له على تصرفات وليد الغريبة معاه، متوقعة إنه يقف في صفها ويساندها. لكن الصدمة كانت كبيرة جدا بالنسبة لها. حسن بص ليها باستغراب، وبدل ما يصدقها ويقف جنبها اتهمها إن هي بتحاول تفتن بينه وبين أخوه، وقال لها أنت عايزة توقعيني في مشاكل مع وليد؟ عيشي واسكتي وبلاش شغل الستات ده. الكلام ده كان زي حاجة اتغرزت في قلب فتحي. هي مش بس اتحطمت في موقف أو اتحطت في موقف صعب، كمان زوجها اللي وثقت فيه اتهمها بالزور، وبدل ما تلاقي الحماية عنده لقت نفسها وحيدة وسط دايرة من الشك والخوف. فتحية قعدت تفكر وتخطط فيها، حاسة إن صبرها نفد وإن مفيش حل غير إن هي تخلص من الاتنين مرة واحدة. الفكرة جت في بالها زي البرد، فكرة إن هي تجمع حسن ووليد على الأكل وتحط ليهم سم يخلصها من ظلمهم وجبروتهم. قررت إن هي تستنى يوم الخميس بالليل، اليوم اللي حسن ووليد بيتجمعوا فيه دايما على العشاء في البيت عندها. ابتسمت لنفسها وهي بتجهز الأكل بدقة وبشكل فيه عناية. حطت كمية صغيرة من السم في الطبيخ، كمية محدودة تكفي إن هي تأذيهم وتخليهم يندموا، لكن مش تبان إن هي قتل متعمد. لما جت اللحظة قعدت معاهم بهدوء على السفرة. حسن كان مشغول بالكلام مع وليد عن الشغل وما كانش واخد باله من نظراتها اللي مليانة غضب. وليد كمان قعد ياكل وهو مش حاسس باللي بيحصل حواليه. بعد شوية بدأوا يحسوا بتعب غريب، ووشوشهم بقت صفرة، حسوا بغثيان شديد. هنا فتحية بصت لهم وقالت بصوت هادي ايه مالكم، مش عاجبكم الأكل؟ حسن ووليد بصوا لها بدهشة وحاولوا يقوموا من مكانهم، لكن ما كانش عندهم القوة. لأول مرة فتحية شافت الخوف في عينيهم، عينين كانوا دايما شايفينها ضعيفة ومستضعفة. فتحية وقفت قدامهم بعد ما شافتهم مرميين على الكراسي، بدأت تكلم حسن بصوت كله عتاب وألم. يا حسن، عمري ما كنت أتخيل إنك تكون بالشكل ده، إنك تصدق أخوك وتكذبني أنا، مراتك اللي مستحملاك كام شهر. ليه دايما تخليني أحس إني دايما قليلة، إنك شايفني ضعيفة؟ ليه ما كنتش تسأل نفسك يوم أنا ليه بقيت بالشكل ده دلوقتي؟ حسن حاول يرفع راسه لكن كان تعبان ووشه باين عليه الذهول. ما كانش مصدق إن فتحية اللي كانت طول حياتها معاه عمرها كانت هادية ومطيعة وبتعمل كل حاجة يطلبها. حاول يرد لكن صوته طلع ضعيف وملقاش كلام يقول. هنا فتحية بصت لوليد وكانت ملامحها كانت مليانة خوف وندم، وقالت له بحدة انت بقى اللي كنت فاكر نفسك اذكى واحد في الدنيا، افتكرت انك تقدر تتمادى وتستغلني، تفتكر انك هتعمل كل ده من غير ما تدفع الثمن. النهارده شفت في عينيك خوف عمرك ما حسيت بيه قبل كده، ده الخوف اللي انا كنت عايشة فيه كل يوم، وانتم بتستغلوني وبتكسروني بكلامكم وافعالكم. وليد كان مش قادر يستوعب اللي بيحصل، جسمه بيضعف وقلبه بيضرب بسرعة، وفي عينيه كان واضح انه مش مصدق انه بينتهي بالشكل ده. حاول يقول حاجة لكن صوت فتحية قطعه. السم ده مش هيموتكم بس، لا، ده كمان هيخليكم تحسوا بجزء بسيط من اللي انا كنت بحسه كل يوم بسببكم. وقامت من غير ما تبص وراها، وقدرت اخيرا تحس ان ليها صوت وان هي رجعت كرامتها من غير ما تخسر نفسها. بعد ما سابت حسن ووليد في حالة من الصدمة، راحت فتحية على أوضتها وقعدت
تفكر في اللي عملته. حست إن الكرامة اللي كانت بتدور عليها رجعت، لكن برضه كانت عارفة إن الموضوع مش هيخلص، وإن هي لازم تاخد خطوة أكبر علشان تتأكد إن حقها يرجع تمام. بإيدين بيرتعشوا مسكت التليفون، اتصلت بالشرطة. لما ردوا عليها بصوت كله هدوء وكأنها مرتاحة لأول مرة، حكت ليهم كل حاجة من الأول للآخر. حكت عن اللي عاشته في بيتها وعن الخيانة اللي كانت شايفاها كل يوم من غير ما حد يصدقها أو يسمعها، وحكت عن القهر اللي حسن ووليد خلوها تحسوا بيه كل يوم. الشرطة جت في وقت قصير، دخلوا البيت بعد ما شافوا حسن ووليد في حالة ضعف وتعب. فتحية استقبلتهم بشجاعة ووشها مليان تصميم. طلبت منهم يقعدوا علشان تقدر تحكي ليهم كل التفاصيل اللي عاشتها سنين طويلة واللي قلناها لكم دلوقتي. بدأت فتحية تحكي، ما خلتش أي حاجة في قلبها. اتكلمت عن كل الأوجاع والليالي اللي كانت بتبكي فيها لوحدها، عن إحساسها بالغدر والخيانة من أقرب الناس ليها، وعن الكرامة اللي كانت بتضيع يوم ورا يوم. حست إن أخيرا في حد بيسمعها، حد قادر يشوف الحقيقة اللي كانت محبوسة جواها طول ال6 شهور اللي فاتت. في النهاية الشرطة بدأت تطلب الطب الشرعي علشان يعاينوا حسن ووليد اللي اتضح إن هما فرقوا الحياة. قبضوا على فتحية، والغريب إن هي كانت بتضحك لأنها كانت مرتاحة، خصوصا بعد ما حكت ليهم كل حاجة. لما فتحية وقفت قدام القاضي في قاعة المحكمة كانت حاسة بخوف غريب، لكنها كان في حاجة ممزوجة بإحساس غريب بالراحة، وكأنها مش ندمانة على اللي عملته. القاضي كان بيسألها بهدوء عن اللي دفعها تتصرف بالشكل ده، وليه اختارت ان هي تحط السم في الاكل بدل ما تلجأ للحلول التانية. ليه ما حاولتش تطلب الطلاق او حتى تبلغ ابوها وتلجأ لعيلتها. فتحية كانت واقفة وساكتة بتسمع كلام القاضي وعارفة انه صح، لكن كانت حاسة ان التعب اللي عاشته طول الشهور ال6 دي خلاها فقدت صبرها. قالت له بصوت هادي: يا حضرة القاضي، أنا عملت كده لأني حسيت إني اتكسرت، كرامتي اتباعت، وكنت حاسة إني محبوسة في سجن الظلم ده. كل الطرق اللي حضرتك بتقولها كانت بعيدة عني وقتها، لأن شهور طويلة وأنا بطلب حقي ومحدش سمعني. اللي عملته كان الطريقة الوحيدة اللي قدرت أشوف بيها حقي. القاضي استمع ليها، لكن واضح عليه إنه مش متأثر، وقال: العدل لازم يتحقق، وعدل ربنا هو اللي بينصف الحق. بس تصرفك ده كان لازم يكون ليه تبعات، وقرارك إنك تاخدي حقك بإيدك بالطريقة دي هو اللي وصلك هنا. كان في حلول تانية حتى لو كنت شايفاها صعبة، لكن كان ممكن تحافظي على حياتك وحياة اللي حواليك. وبصوت مليان حزن لكنه حاسم القاضي نطق بالحكم. بما ان فتحية اختارت ان هي تاخد العدالة بايديها بطريقة ادت لمحاولة قتل، فانا مضطر احكم عليها بالاعدام، لان العدل في النهاية لازم يتطبق. فتحية وقفت، حست ان حكم الاعدام ده زي نهاية رحلة طويلة من الألم، لكنها مش ندمانة تماما. هي دلوقتي واقفة قدام مصيرها، عارفة إن هي دفعت ثمن الغضب والضعف اللي كان جواها، وعارفة كمان إن حياتها انتهت، لكن كرامتها كانت آخر حاجة فضلت معاها. ولغاية هنا قصتنا خلصت، بس القصص لسه ما خلصتش. وكان معاكم عمرو سليمان، في أمان الله. دايما كونوا بخير، وإن شاء الله هتكونوا بخير، وأشوفكم في قصة جديدة إن شاء الله.